ازيك يا اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي ومعاكم زايدة معاكم من جودي في قناة. السنتر ومعاكم جايدة مع ماما، علشان القطة الجميلة دي السباحة الحلوة دي عندها ايه؟ عندي تفضليش بطولة. ترعشي ايدك وانت بتصوري، ثبتي ايدك. عندي عندك ايه؟ بطولة. عندها النهارده بطولة 400 حرة في الاستاد، واحنا اتفقنا كل اللي أول هيجيبه يوم. ربنا حلو. كويس، هنقول يا رب خير. يا رب. جاهزة؟ جاهزة. يلا بينا. يلا بينا. بسم الله، توكلنا على الله ونقول يا رب. نقول ايه؟ تعالي هنا، انت جايه لوحدك النهارده من غير اختك، بس انا واثقه فيكي. لا بطله انت. ايه قدها ولا مش قدها؟ بوسه. يلا وصلتها وطلع طريق الكباش اللي انتوا شايفينه ده بتاع كل مره. بقول يا رب وبقول ان شاء الله خير، ومش خايفه ولا قلقانه. خلاص حاسه اللي هو ايه بقى، احنا عملنا اللي علينا وربنا برضو ان شاء الله هيكافئنا. وبعدين لو ما كانش المره دي يبقى المره الجايه. النحرره والتوتر وتعب الاعصاب وكده، اعصابي مبقتش تستحمل، ما اكذبش عليكم. خلاص اللي تجيبه تجيبه وربنا هيدي لكل واحد على قد تعبه وخلاص. خلاص انا ولا قلقانه ولا اي حاجه. انا حتى هتلاقوني وانا بصور كده حد هادي ومسالم بس لو لقيتوني نطيت مره واحده يبقى اكيد نطيت فرحانه، فاهمين قصدي؟ نقول يا رب. وعايزه تشجيع لجايده، ربنا يوفقهم كلهم باذن الله. يلا بينا، بسم الله توكلنا على الله. يا رب ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. هي اللي شغاله دي التصفيه السابعه، والمفروض ان جايده التصفيه الثامنه اخر تصفيه، فربنا معانا. جايده هتبقى حاره 7 اهي. قلبي انا ان شاء الله خير. انا اصلا هاديه جدا المره دي فوق ما تتخيلوا. حاسه ان الموضوع عادي بقى، يعني يحصل اللي يحصل ان شاء الله خير. خليها على ربنا. يلا قلبي شطوره، شويه استرتشات كده وخليها على ربنا بقى. اعملي اللي عليكي، اعملي اللي عليكي يا قلبي. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. شكي شوية يا ريتاش. ان شاء الله خير. يلا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. برافو ريتاش. حلو. مش مهم مش مهم مش مهم. الناس كلها مبسوطه، بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده؟ احلى كلمه والله العظيم. ايوه طبعا احلى حاجه. ان شاء الله خير، ربنا يوفقهم كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. ان شاء الله خير، اللي ربنا كاتبه لنا هنشوفه. خليها على ربنا بقى. ان شاء الله خير. اللهم اخرجها من حولها وقوتها الى حولك وقوتك. اللهم اخرجها من حولها وقوتها الى حولك وقوتك. اللهم جبرا. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا زعلانة يا زعلانة. بسم زعلانة. الله. يلا حبيبة قلبي كده تاني 50. يلا متأخرة شوية. يلا يا رب خير. كده تالت 50. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ان شاء الله خير، 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 ان شاء الله خير. البونيه اتقلع. البونيه بتاع جايدة اتقلع. شكرا شكرا البونيه اتقلع. يلا الحمد لله. فين البنات قلعة دي؟ بنتي شد يا جايدة. خلاص هي كده مش هتعرف تكمل، مش هتعرف تعوم. حارة 7. البنات خلاص، البنيه شعرها كله هيطلع اهو. خلاص اسرع يا جايدة. خلاص ان شاء الله خير ان شاء الله. خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله هتضايق ليه؟ الحمد لله الحمد لله.
6. الحمد لله. ربنا يكرمهم كلهم يا رب. خلاص كده البونيه نصه اتقلع من جيدة. شكرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس تحسن الرقم بقى. الحمد لله الحمد لله. خلاص البونيه كده هيتقلع خالص. سيبيه يا جيدة، اوعي تمسكيه، اوعي تمسكي البونيه، سيبي البونيه، اوعي تمسكيه، اوعي تمسكيه. خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هي عاش يا قلبي عاش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هو البنيه مقلوع من نص السباق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلصت على خير، الرقم متحسن، ودي كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة لي ان احنا نكسر الرقم، لان المرة اللي فاتت احنا علينا اجزاء ثواني. المشكلة المرة دي بقى مش الرقم ولا اي حاجة، المشكلة ان البنيه اتقلع. اول مرة في حياة جيدة كلها في بطولة ان البنيه يتقلع، فمش عارفة دي حصلت ازاي. بس استنوا نعدي، هنقول الحمد لله الحمد لله. اهم حاجة بالنسبة لي ان الرقم اتحسن. قلعة البنيه دي ان هي تكمل جزء بشعرها، دي طبعا بتعطل، بس برضو الحمد لله وربنا يوفق الجميع. اصلا كان في ارقام تحفة في الNT، فهنقول ان شاء الله خير. تعالوا بقى نروح لها ونديها كلمتين حلوين كده، عشان لسه عندها 4 سباقات بكرة وبعده وبعده وبعده. البنيه اتقلع بعد 16 سنة خدمة في ثانوي. دي عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت، عمرها ده انت 7 سنين بتنزلي بطولات من ايام ما كنت شبر ونص، ايام ما كان البرنس بيمشي وراكي. اتقلع من ايه؟ نطيتي غلط؟ هو عملتي حاجه؟ ما هو مش هيتقلع لوحده يعني. هو زي قال لي كان متزحلق. الحمد لله اني ما وقعش في ارضيه البسين. قعدت اقول يا لهوي لو جيده مسكت البنيه. كنت هتمسكيه ولا هتكملي السباق بتاعك؟ نقول الحمد لله. يلا بينا زي ما انت كده. ما انت لا، انا عايزه صوره حلوه، خليكي مبتسمه. ايوه كده، ايوه الابتسامه بتاعت السنان دي. زي ما انتي. نقول الحمد لله. الحمد لله. الطريق كان لوز اللوز. يلا بينا يلا بينا. مش هنعزم على بعض، احنا ناكل وبعد كده نقعد نتناقش 5-2 ولا 25. بص حبايب قلبي، جينا احلى شاور، هي هاديه جدا، واحنا بنقول الحمد لله يا رب العالمين ان هي ايه، الرقم اتحسن عن المره اللي فاتت. تمام. احنا بقى مش هنطول في الرغي لان احنا عايزين ناكل. طبعا رز، طبق خضار، فراخ، بطاطس، ناكل وبعد كده نقعد نتناقش براحتنا ونشوف جودي اتاخرت ليه. متفقين؟ يلا. اخر اليوم والحمد لله جودي ظهرت على الصورة، وكالعادة لبست بنطلون غير البنطلون ومفيش فايدة. جودي ما ينفعش تلبس طقم على بعضه، ما يصحش. طيب اخر اليوم طبعا واضح عليا انا وجيدتي الحمد لله رب العالمين تعبانين بس نفسيا تمام. بصوا اختصارا لليوم، لو هنتكلم على التحسين فجيدة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله محسنة. اوكي محسنة 3 ثواني من البطولة اللي فاتت. طبعا هنقارن البطولة اللي فاتت باللي قبلها، جيدة كانت معلية ثانية او اجزاء ثواني حاجة زي كده. تعالي اقعدي يا جيدة، انت قاعدة على الهوا يا جيدة. فالموضوع كان صعب يعني. انتوا متخيلين ان بطولة تعلي او ما تحسنش او رقمها يفضل زي ما هو او كده، و3 شهور شغل وتعب. طبعا الحمد لله ربنا كرم فيهم بالتحسين اللي احنا حسناه. الارقام هناك اصلا بسم الله ما شاء الله من الNT كان في ارقام غريبة، ومعروف ان بطولة كاس مصر وبطولة الجمهورية بيبقى فيها من مدن مصر كلها، وعندنا هنا في مصر بسم الله ما شاء الله
المدن الساحلية، يعني اللاعبات اللي بيجوا من المدن الساحلية الله أكبر عليهم. يعني والله كله بصراحة، مش الساحلي بس، لا هم كلهم حلوين، هم كلهم حلوين بصراحة، الله أكبر عليهم. كل واحد بياخد على قد تعبه، واللي ربنا مش يعني ما بيبقاش فيه كرم شوية من ربنا المرة دي، بيبقى فيه المرة الجاية. أنا شخصيا بالنسبة لي المرة دي راضية ومستريحة جدا أكتر من المرة اللي فاتت. يعني أنا هتكلم أنا على طنطكو عزة، لا موضوع إني أبقى واقفة على أعصابي وخايفة ومتوترة وقلقانة، كل ده ولا ليه أي لازمة. أنا كل اللي بقول عليه الحمد لله رب العالمين إن هي نزلت، الحمد لله حسنت، ولو ما كانش البونيت قلع كان ممكن نبقى احسن من كده. بس انا اللي هيجنني سنين كتير سباحة جايدة عمر ما اتقلع منها بونيه، ولا تمرين ولا بطولة، ولا تمرين ولا بطولة. أنا فاكرة جايدة في ستار 1 و 2 النضارة نزلت على مناخيرها، كملت باقي بس البونيه ما جرالهوش حاجة. ما تكملي الموزة، انت هتحنطيها كده ولا ايه؟ انما حركة البونيه النهاردة دي على ما لمست يا جودي خلاص البونيه كان ماسك في الكعكة ورا، خلاص هي دماغها بقت عمالة تشرب مية وهو يشرب مية ويزقها، وهو يشرب مية ويزقها. فانا بقول ايه؟ انا بقول الحمد لله. ايه؟ ولا زيت ولا اي حاجة، دي شعرها ناشف من كتر النشوفية، والله العظيم حاسة ان هو خشن. بس هنرجع نقول الحمد لله. هي يعني بصوا بيبقى توفيق من ربنا واحنا راضيين الحمد لله. انا بالنسبة لي الرقم اللي هي جابته برضو يعتبر هي الطب في 400، الحمد لله. يعني هي مش وحشة الحمد لله، واللي هي جابته ده ممتاز جدا. هي اصلا قبل ما تنزل السبق قالت لي على حاجة حصلت في الايه، في التسخين. فانا قلت لها ايه؟ قلت لها حبيبة قلبي مش هنشغل دماغنا بالتفاهات دي، احنا جايين ايه؟ نركز في بطولتنا، وبعدين زي ما اتفقنا ومن استغنى فنحن عنه أغنى، بس كده، ومن استغنى فنحن عنه أغنى. احنا مش محتاجين حاجة من حد، احنا معانا ربنا ومعانا ناس كتير جدا محترمة مأمنة بينا وعارفة ان احنا عندنا قدرات. وبعدين زي ما قلتلك وزي ما قلت للكابتن، عارفة والله العظيم بمنتهى الهدوء كلمتين، عارفة مش الرط الكتير والرغي الكتير كلمتين. احنا بنحسن تكنيك مع سرعة، وده اللي احنا شغالين عليه، وانا شايف ان هي بقت احسن. بس شكرا شكرا، ولا رغي ولا رط ولا، هما كلمتين يعني اختصروا كل حاجة. لا بجد والله يعني اختصروا كل حاجة خلاص. حتى انا مقابلاها بابتسامة، هي طالعة ولا بتعيط ولا اي حاجة، تمام التمام تمام التمام. لان احنا اصلا خارجين من البطولة اللي فاتت احنا كنا تحت. يعني البطولة اللي فاتت يعني كان مش عارفة اقولها ازاي، او مش عايزة اقولها بطريقة يعني جيدة. كان المطلوب ان هي البطولة اللي فاتت تبقى ارض، بس برضو ربنا وقف جنبنا وادانا على قد تعبنا، فهماني؟ انا بقى عمالة اقنع فيها نركز في ايه؟ في بكرة واللي بعده واللي بعده، ونركن بقى السباحة والسباقات والبطولات. مين اللي هيدفع ثمن التيشيرتات؟ أنا ماما انت السبب. مين اللي هيدفع ثمن التيشيرتات؟ جاية تقولي بعد ما رتبنا نفسنا ان الرحلة يوم السبت، جاية تقولي ان الرحلة الميعاد اتغير ليوم الاثنين، وطبعا كده احنا مش هيروحوا الرحلة لان جايدة عندها سباق يوم الاثنين، وجودي عندها مدرسة وعندها درس تاريخ، فمش هينفع نهائي. بعد ما جبت تيشرتين ب500 600 جنيه الحمد لله، فين ال 500 جنيه فلوس الرحلة؟ هاتيهم. وكنت مديها 500 جنيه فلوس الرحلة، والتيشيرتات مرمية جوه على التسريحة. كنا بنشوف لسه هنقصر ولا مش هنقصر ولا نعمل ايه. يعني انا الاقيها منين ولا منين؟ بلس بقى ده كله، زودي على ده كله العربية
العربية الدنيا زحمة موت عند الفنجري وجاية وواحد واقف قدامنا سادد مية ونور قدامنا، وراحت العربية حكة في الرصيف. بقيت هعيط وعمال اقول يا رب اليوم يعدي. والله العظيم والله العظيم ايه الدنيا ضلمة جدا. وهو زنق، هو اصلا كان قدامي، بعد كده زنق عليا جامد. ما هو يا هيخبط هياخد جنب العربية كله، جنب العربية من ناحيتي، يعني كان هياخد جنب العربية كله، يقرب من الرصيف. يعني ما كانش ليها حل تاني. هو انت هتقربي من الرصيف وتحكي حكة في العتب بتاع العربية، يا العربية اللي جنبي والعربية اللي جنبي، عارفة عربية خالو محمد؟ أكبر منها أكبر والله العظيم، أكبر من عربية كبيرة كده بسم الله ما شاء الله. أنا لقيته هيسلم عليا، يعني هو كان خلاص ناقص يمد ايده كده يبقى عندي في قلب العربية. والله بصي يا جنب عربيته هياخد جنب عربيتي كله، يا يقرب من الرصيف. ما كانش ليها أي حل تاني، هي ملهاش حل تاني. ما عرفتش اعمل ايه بصراحه، ما عرفتش اتصرف ازاي. اضطريت ان انا اقرب من على الرصيف، راحت العربيه حكه في الرصيف. يعني الاقيها منين ولا منين ولا منين ولا منين ولا منين ولا اليوم اللي ما تجيش معانا فيه. مش عارفه. خلصي لنا البطوله دي عشان تعبت نفسيا، وانت الرحله نبقى نطلعها في نص السنه. اتعدلي لي، قولوا لهم باي.